الرسالة هذه السيد الرئيس إلى الشعب التونسي حتى يعرف الحقيقة، لأن لاحظنا بأن هنالك العديد من الملاحظات وكأن المجلس فارغ. خلينا يحكوا هكا، خاطر فيهم اللي هو ما يعرفش وثم اللي نبر. المجلس فارغ. خلينا نوضح للسادة المواطنين، المجلس راهو ماهوش فارغ، والمجلس راهو ماهوش قبة البرلمان فقط. احنا ماناش في جلسة بتاع تصويت. إذا ثم جلسة بتاع تصويت ستجد كل النواب ملتزمين. خلينا نوضحوا للمواطن الكريم، يوميا 3 أو 4 لجان، وكل نائب ينتقل من لجنة إلى لجنة. اليوم ثم لجنة الشؤون الاجتماعية بوزيرها، وثم لجنة المالية بوزيرها، وثم لجنة النقل بوزيرها، وثم خليني نزيد نعطي معطى آخر للمواطن الكريم. الكرسي هذا راهو يتعب برشا، إذا تقعد فيه أكثر من نص ساعة مسالك تكسر. الأغلبية بتاع السادة النواب يتابعوا في الجلسة مباشرة في مقهى البرلمان. هذه نقطة مهمة، ونحن نعرفوا ثم نوعية من الشعب التونسي إن شاء الله ربي يصلح حاله، نوعية تنبر، ونوعية ما عندها حتى غير ترذيل المشهد وترذيل البرلمان وترذيل الدولة وترذيل النظام للأسف. وثم ناس سؤالاتهم كانت عادية وعفوية. هنا وضحنا ماذا بنا، ما عادش الأسئلة دي تطرح علينا.